المارينيين فترة مهمة من تاريخ المغرب في العصر الوسيط. هذه الدولة شغلت فترة زمنية طويلة حوالي قرنين، من سنة 668 إلى سنة 869 هجرية. المارينيين قبائل أمازيغية زناتية ما كانوش في المغرب، هما جاو من الجنوب الشرقي ديال المغرب الأوسط، احنا ديال الجزائر اليوم. وهاد القبائل قبل ما يأسسوا الدولة طبعا كانوا تيتحركوا في هذا المجال، لأنه كانوا قبائل أغلبهم كان قبائل رحال، كانوا تيتحركوا بالإبل والغنم وتابعين فيما كانت ما ياكلوا هذوك البهائم، فإذا كانوا تيتحركوا في هذا المجال ديال من شرق المغرب الأوسط حتى الغرب المغرب الأوسط. اشتهرت هذه الدولة بأسماء أخرى كدولة بني مرين، أو دولة بني عبد الحق، أو الدولة العبد الحقية، نسبة إلى جد الأسرة المالكة الأمير عبد الحق بن محيو، الذي أدخل قبائل بني مرين المنتمية إلى العصبية الزناتية إلى المغرب الأقصى بعد هزيمة الموحدين في معركة العقاب بالأندلس. كان ذلك سنة 609 هجرية. قادما إليه من موطن زنات الأصلي ببلاد الزاب بإفريقيا. في بداية القرن 13 وصلوا جهة تلمسان، بداو تيتحركوا تما، لكن كتذكر المصادر ان هذه القبائل في واحد اللحظة من تاريخ المغرب اللي هي ايضا فاصلة، اللي هي سنة 609 هجرية بالضبط، في هذه السنة و610 ايضا هذه القبائل دخلت للمغرب.